مرحبا بكم أصدقائي. اليوم سنتناول أحد المواضيع التاريخية التي اثرت في تشكيل هوية مصر، وهي كيف دخل أقباط مصر سكانها الأصليون إلى الإسلام. ما الذي دفع هذا التحول؟ وهل كان هذا التحول سريعا أم تدريجيا؟ لنغوص في أعماق التاريخ لنستكشف التفاصيل. كان الأقباط سكان مصر الأصليين يعتنقون الديانة المسيحية منذ القرن الأول الميلادي، وكانوا يتبعون الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. قبل الفتح الإسلامي كانت مصر تحت سيطرة الإمبراطورية البيزنطية التي كانت تفرض مذهبها المسيحي الخلقيدوني بالقوة، مما أدى إلى اضطهاد الأقباط الأرثوذكس بسبب اختلافاتهم العقائدية. عانى الأقباط تحت الحكم البيزنطي من فرض ضرائب قاسية مثل ضريبة الرأس، بالإضافة إلى اضطهاد ديني، حيث تم نفي أو اضطهاد الكثير من أساقفتهم وقادتهم الدينيين. هذا الظرف الصعب مهد الطريق للفتح الإسلامي الذي جاء ليغير المعادلة تماما. في عام 641 ميلادي قاد عمرو بن العاص جيش المسلمين لفتح مصر بعد انتصارات متتالية في بلاد الشام وشمال إفريقيا. بدأ المسلمون حملتهم بفتح مدينة الفرمة، ثم واصلوا الزحف حتى فتحوا حصن بابليون الذي كان مركز الحكم البيزنطي في مصر. استقبل الأقباط الفتح الإسلامي بترحيب حذر، حيث رأوا فيه فرصة للتخلص من الاضطهاد البيزنطي. تم توقيع معاهدة بين المسلمين والمصريين عرفت بصلح مصر، نصت على حماية الأرواح والممتلكات وحرية العبادة مقابل دفع الجزية. لم يكن دخول الأقباط إلى الإسلام عملية مفاجئة أو إجبارية، بل كان تدريجيا واستمر على مدار قرون. هناك عدة عوامل ساعدت على هذا التحول. 1. السياسات العادلة. الإدارة الإسلامية كانت أكثر عدلا مقارنة بالحكم البيزنطي، حيث خفت من الضرائب وأتاحت للأقباط حرية العبادة. 2. الجزية والخراج. في البداية دفع الأقباط الجزية كضريبة تفرض على غير المسلمين، لكن هذه الجزية كانت أقل بكثير من الضرائب البيزنطية. ومع ذلك اختار بعض الأقباط الإسلام لتجنب دفع الجزية. 3. التأثير الثقافي والاجتماعي. الاندماج بين المسلمين والمسيحيين من خلال الجوار، التجارة، والزواج المختلط ساهم في انتشار الإسلام تدريجيا. 4. اللغة العربية. مع دخول اللغة العربية إلى مصر كلغة رسمية، خاصة في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، أصبح تعلمها ضروريا للتواصل مع الدولة. مع الوقت تبنى الأقباط اللغة العربية، مما ساعد في تقاربهم مع الثقافة الإسلامية. 5. الإقناع الروحي. بعض الأقباط اقتنعوا برسالة الإسلام كدين، سواء من خلال الاطلاع على تعاليمه أو التعامل مع المسلمين. مراحل الانتشار الإسلامي. 1. القرن الأول بعد الفتح. ظل معظم الأقباط متمسكين بدينهم، مع وجود أعداد محدودة تحولت للإسلام. 2. القرن الثاني والثالث بعد الفتح. شهدت هذه الفترة زيادة تدريجية في أعداد المسلمين، خاصة مع استقرار الأسر المسلمة وتكاثرها. 3. العصور الوسطى. بحلول القرن العاشر الميلادي أصبح المسلمون يشكلون الأغلبية في مصر، لكن ظل الأقباط يحتفظون بوجودهم القوي كمجتمع ديني مميز. التحول إلى الإسلام غير تركيبة المجتمع المصري، حيث أصبحت مصر جزءا أساسيا من العالم الإسلامي. رغم ذلك حافظ الأقباط على تراثهم وثقافتهم، وبقوا مكونا رئيسيا في النسيج المصري. شهدت مصر فترات من التعايش الديني السلمي، وأحيانا فترات من التوترات، لكن التفاعل بين الجانبين ساهم في إثراء الحضارة المصرية.
قصة تحول أقباط مصر إلى الإسلام تعكس تفاعل الدين مع السياسة والثقافة في سياق تاريخي معقد. كانت مصر دائما أرضا للتنوع والتعايش، وهذه القصة هي شهادة على قدرة المصريين على التكيف مع التغيرات الكبرى عبر العصور. إذا أحببتم هذا الطرح، لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا لنستمر في تقديم محتوى تاريخي ممتع. شاركونا بآرائكم في التعليقات.